مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل غدا سريع وحلو كله حديد، اتمنى ان يعجبكم. انا اسمي سوسنة، لو اول مره تشوفي القناه لايك وشير وسبسكرايب. معي لحمه، فهنعمل كده سبانخ باللحمه. حلوه، اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها. عايزين كده البهارات بتاعتنا، هنشوف مع بعض. عايزين ورق لوري، عايزين فلفل اسود، عايزين حبهان، كمون صحيح، قرفة وقرنفل، وعايزين البصلاية كده مقطعة طرنشات، وحبهان الأسود ده يبو ناعم، وعايزين كزبرة، ملعقة كبيرة كزبرة، وشطة على حسب ما انت تحبي، وعايزين كركم نص ملعقة أو ربع. أول حاجة احط شوية زيت حلوين كده، هقلب البهارات الصحيحة دي شايفاها معايا، وهتغي كده تلون معانا. بعد كده احط البصلاية عايزاها جولدن براون. بعد ما تبقى جولدن براون هحط اللحمة واقلبها كويس، وعايزة ملعقة كبيرة توم وجنزبيل مفرومين، فهحطهم مع اللحمة كده زي ما شايفة. فهي أكلة طبعا كلها حديد وكده. هقلب اللحمة لغاية لما قلتلك تغير لونها. هنا هتجيب التوم والجنزبيل ملعقة كبيرة، طبعا على حسب الكمية دي، يمكن أقل من 400 جرام اللحمة، وبرضو السبانخ أقل من 400 جرام. بعد كده هتجيب البهارات اللي هي الشطة والكركم والملح ما نحطش كتير عشان السبانخ بتكون فيها ملح وال والكزبرة سوري. وبعد كده احط شوية مية عشان ما تلصقش معانا، فيعني قولي 100 ملي من المية. بعد كده في الاخر عايزين نحطها 2 شطة خضرة، جرايم مصالة، ودي حبوب اوراق حلبة بعدين هنستعملها. ادي كده معايا هحط هنا بعد ما خليتها شوية استوت اوراق الحلبة، هفركها كده بايدي واحطها واقفل عليها. المهم انا كنت يعني وطيت النار. هنا ابتدت خلاص اللحمة يعني خلاص على سوا، فهحط الشطة الزيادة الخضرة والسبانخ. ولو انتوا في اي بلد عربي او في مصر او في السودان، اسلقوا السبانخ قبل ما تحطوها. نحن السبانخ ما بتاخدش معانا وقت، فحطيتها زي ما هي كده، وحديها حتة مية وهقفل عليها واغطيها واقفل عليها لغاية لما تطيب خالص. وفي الاخر هديها ربع ملعقة من الجريم مصالة، ممكن تلاقوها عند الهنود او الباكستانيين. بس كده ده كان الغدا بتاعنا، ناكل جنبه عيش او بالرز اللي تحبي. زي ما شايفة كده حلو، كانت حلوة واكلة كلها حديد. ده الفيديو بتاعنا، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.